رمضان كريم. الشهر مبارك. 10. يا هلا بكل المشتركين. الليلة حابة أشارككم مشروب كلنا في رمضان بنحبه. قبل ما نبدأ نصلي على الحبيب عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم لا تخرجنا من العشر الأوائل من رمضان إلا وقد سطرت الملائكة صحيفتنا بالعفو والمغفرة والعتق من النيران يا رب العالمين. واللي ما يعرف فوائد القمر الدين، فيعتبر مصدر للألياف الغذائية ومضاد للأكسدة المهمة للجسم، وخاصة في الشهر الكريم. فتناول عصير القمر الدين أو المديدة منه أو على حسب الطريقة اللي انت قاعد تعمليه من القمر الدين يساعد على إمداد الجسم بالطاقة والسكريات اللازمة التي يحتاجها الجسم في الصيام. يلا مع بعض نشوف كيف هنعمل عصير قمر الدين. وكمان يحتوي على الكالسيوم الذي يساعد على تقوية العظام والأسنان. يلا يا حبايب، ده القمر الدين زي ما شايفينه. أجي أقطعه شرايح يعني تنقعيه في الموية ما ياخد من زمنك غير نصف ساعة ولا أقل من نصف ساعة بيكون جاهز. يلا بعد ما خلاص أنقعه في الموية أخليه نصف ساعة. عصير مرة حلو ومفيد وسريع التحضير، وطريقتي دي مرة حلوة، جربوها ان شاء الله حتعجبكم. في ناس كتيرين بيعملوه لكن بيعملوه بالسكر العادي، فحتشوفوا طريقتي كيف انا قاعمله مرة حلوة حتعجبكم. جربوه. وكل الحاجات والمكونات اللي بنستخدمها من مفيدة، بالاخص في الشهر الكريم الجسم محتاج لي الفيتامينات. شايفين يعني، ولا محتاج منك تدخليه في خلاط ولا مضرب. يعني اول ما تنقعيه في المويه خلاص بالملعقه تقدري تضربيه يكون جاهز. شايفينه كيف؟ يلا لو بواقي كده ولا شيء يعني عشان كله يديك القوام المناسب او الشكل يكون كله ناعم مع بعض تدخليه في الخلاط. يلا شايفين السر، انا ما قاعد احط عليه سكر، قاعد احط عليه عسل مرة حلو لو حطيت عليه العسل. يلا مع بعض نشوف باقي المكونات او الحاجات اللي قاعد نحطها في عصير القمر الدين. مكونين بس ويديكي احلى عصير مفيد وسهل وبسيط. يلا تحطي كمية العسل على حسب كمية العصير اللي انتي هتعمليه. فانا الكمية دي هزود عليها موية، عشان كده زودت عليها كمية العسل. شايفينه كيف سهل وبسيط ويجهز في اقل من كم دقايق. اتمنى يكون عجبكم الفيديو اليوم واستفدتوا من تجربتي والسر في حلاوة عصير القمر الدين. تعمليه بالعسل تاني حتستغني من كل العصاير كان جربتيه بالعسل. شايفينه كيف شكله وطعمه مرة تحفة وروعة. ده الشكل النهائي له. يلا يا حبايب لا تنسوا دعمي بلايك واشتراك عشان بيكم حنكبر ان شاء الله. يلا كان في تعليق من واحدة من الاخوات كان معلق عليه في فيديو من الفيديوهات، تعليقكم على راسي. كل واحدة عندها اقتراح ولا عندها كلام. كانت بتقول لي شكلها من السودان، بتقول لي انه انا بقول منقوع اقول ما بليته. نحن في السودان بنقول بليناه بالمويه. يا حبيبه ايوه انا بقول بليته بالمويه لكن اغلب المتابعين يعني من الدول التانية يمكن ما يفهموا علي بليته بالمويه، فعشان كده اقول منقوع زي ما هم بيقولوا انه بينقعوا الشيء يعني بيبلوه في المويه زي ما احنا بنقول، وهم بيقولوا منقوع. فيلا تعليقك على راسي، اي واحد عنده تعليق ولا اختراع فعلى راسي. شكرا لك وشكرا لمتابعتك لي. اتمنى تكون بتتابع الفيديو ده. شايفينه كيف ما احلاه؟ جربوه واكتبوا لي كل تعليقاتكم واقتراحاتكم تحت في التعليقات. مع السلامة.